السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير يا حلوين، ايش حالكم؟ علومكم ان شاء الله طيبين. طبعا بنعطيكم اخر احداثيات الكريبتو والعملات والمول، بس تعال ادخل وشوف. طبعا انا فاتح تليفون هني بقرا لكم اخر اخبار. اول خبر نقول بسم الله على بركة الله ان راعي باينانس كلهم يركضون وراه ويبون يسكرون المنصة اللي بوز الله يخليك تصير ان باينانس كل حد يركض وراه وكل العالم يدورونه بحكومة امريكا والاس اي سي وكل الناس يبون باينانس. زين، يقولون في منهم يقولون غسيل اموال، في منهم يقولون والله غير مطابق للشروط والاحكام ويعني مليون خبر. المهم غير الموضوع اللي يطالبون سيزي راعي باينانس، في عندهم منصة باينانس يو اس غير عن باينانس انترناشونال. حلو، انا استقرا من هني من كوين تليجراف. حلو، طبعا الستيبل كوين بي يو اس دي العملة الثابتة سكروها، يعني لا بتروم تسحب ولا بتروم تسوي ايداع، يعني ما بتروم تعبي ولا تسحب من باينانس يو اس مش باينانس انترناشونال. حلو، وقلنا في رهان مستوي على البيتكوين اللي هو في اللونج والشورت. اللونج انك انت تتوقع تاريخ الفلاني، مثلا هم حاطين رهان على تاريخ 31 اللي هو اليوم اخر يوم. زين، فحاطين رهان انه يا انه يعدي 29 يا انه يكون اقل من 29. فيعني اللي مستوي الرهان بقيمة 4.2 مليار. اذا صار فوق يعني اللي مسوين شورت اللي كانوا يتوقعون بيتكوين ينزل تحت بيخسرون خسائر كبيرة، واللي مسوين لونج اذا عدى 29 بيكون بروفيت حق الناس اللي مسوين لونج، وان السعر مال البيتكوين بيرتفع. ناس وايد تقول البيتكوين يا ينزل، يعني في من الناس يقول لك انه الحين هالفترة ما نشوف انه بيرتفع، وانا واحد من هالناس ما اشوف انه في ارتفاعات لعدة اسباب، حروب، اقتصاد، الحين يمكن بعد يمكن حتى ما يستعملون الدولار في بعض الدول، انهم ما يبون يستعملون الدولار، اللي هي الصين، روسيا، الهند، كلهم مسوين ضرائب على الدولار، اظن بيستعملون عملة يوان الصينية. في مليون سبب، فوائد مال البنك سايرة فوق، عندك بنوك رايحة صفر، وايد امور. فانت تسأل نفسك تقول وين هالضخ اموال بيه في سوق العملات؟ انا من رايي ان تونا بادين في النزول، والنزول مطول والعلم عند الله. بس هذه كانت فقرة اخبار العملات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين.